وده العشاء بتاعي انا واسينات. تمام، طبعا اسينات ليها ده. ده حاجه كده حساء، اللي هو عدس مهروس ومعاه خضار. عشان هي طبعا صغيره، بس طبعا هي مش تاكل كل ده، هي بتاكل معلقتين بس، مش عارفه هما بيجيبوا كتير ليه. هي معتمده طبعا على الحليب، بس هما حابين ياكلوها. ده وجبه العشاء، ودي السلطه، وده العصير، وده جيلي. وده حاجة حلوة يعني، كيكة كده حلويات يعني بعد الأكل. اوكي، وده العشاء بتاعي أنا. محتاج دوش ومنديل. اوكي، يلا بقى أسيبكم عشان أروح أتعشى. سينات نايمة، تعالي نشوفها. نامت على الكنبة اللي أنا بنام عليها. دي كنبة بتتفرد سرير بنام أنا عليها، وسريرها هي اهو. طبعا عشان ما تقعش دي حوافي بتتسحب، الحافة دي بتتسحب والحافة دي برضو بتتسحب، بيبقوا عاليين عشان خاطر هي ما تقعش. فوق منه جهاز انذار علشان لو في اي خطر او اي حاجة بدوس عليه بتجيلي ممرضة على طول. هي غرفة المفروض بيبقى فيها شخصين معاهم، كل شخص معاه مرافق، كل طفل يعني معاه مرافق. بس هي الغرفة ما فيهاش حد غيري. تمام، دي الكنبة التانية، ده السرير التاني. في موجود هنا دولاب عشان نحط فيه حاجتنا، انا حاطه فيه الحاجه بتاعتي. وده حوض عشان مثلا عايزه اكل اشرب واغسل ايدي، مش لازم ادخل الحمام. مع في تويلت هنا جوه الاوضه يعني مش بره. ده الصابون السائل، دي مناديل. ده الباسكت طبعا. دي ترابيزه الاكل بتاعتي. الشباك هنا المنظر منه جميل، بس مش هتشوفوه قوي عشان احنا بالليل، فانا في الدور الخامس والدنيا ضلمه. هنا الحمام هو ضيق شويه. هنا المناديل اهي، ودي مناديل، هما بيحبوا مناديل كتير. ده البانيو علشان خاطر احمي فيه اسينات. وده طبعا الحمام، الحوض، مكان الاستحمام، باسكت، الشباك. تمام، يعني غرفة كويسة. هو بصراحة احسن حاجة عملوها ان هما ما جابوش حد يقعد معايا في الغرفة عشان ابقى قاعدة براحتي. مش براحتي يعني كل شوية الدكاترة وممرضين بيجوا، بس على الاقل بقى يعني ايه، مش مخنوقة من حد. يلا هتعشى بقى، يلا سلام.